أهلا بحضراتكم. في سنة 1930 وبعد جهود من عدد كبير من محبي وهواة فن التمثيل تقرر إقامة أول معهد حكومي للتمثيل العربي في مصر والشرق الأوسط. كان وقتها رئيس الوزراء إسماعيل صدقي باشا اللي عمل واحد من أشهر الانقلابات على الدستور في تاريخ مصر بدعم من الملك فؤاد، وألغى الدستور 23 القائم في البلاد وعمل دستور جديد على مزاجه بقى بعد كده معروف بدستور سنة 30. يعني ما اكتفاش باللي سبقوا إليه مثلا محمد محمود باشا سنة 28 لما عطل العمل بدستور 23، واللي كان المصريين بيعتبروه واحد من أهم ثمار كفاحهم في ثورة 19 برغم كل ما فيه من العيوب اللي خلت الوفد المصري اللي زعيمه سعد زغلول أطلق على لجنة تشكيل هذا الدستور لجنة الأشقياء. لكن بعد كده غير سياسته وبدأ يبني على هذا الدستور في كفاحه ضد الإنجليز وضد تغول القصر الملكي في الحياة السياسية. برغم ان دستور اسماعيل صدقي لقى معارضة سياسية واسعة لدرجة ان خصوم سنة 28 اللي هم مصطفى النحاس زعيم الوفد ومحمد محمود زعيم الأحرار الدستوريين توحدوا ضد صدقي باشا ودستوره، لكن كان بعض الفنانين قرروا ان هم ما يعلنوش مواقفهم ضد صدقي والانقلاب الدستوري استبشارا منهم بموقف وزير المعارف في وزارة صدقي واسمه مراد سيد أحمد اللي قرر ينشئ معهد التمثيل، رغم انه تعرض او يمكن عشان هو تعرض لحملة شرسة من الكثير من شيوخ الازهر واصحاب الاراء المحافظة. وبدأ العديد من هؤلاء الفنانين يعوم على عوم اسماعيل صدقي اللي كان رأيه ان الشعب المصري لا يستحق الحرية، لانه لما بتمنح ليه الحرية بيسيء استخدامها وبيروح ينتخب الديماغوجيين والجهلة اللي هم الوفد. نفس الكلام اللي بنسمعه بيقولوا واحد زي الدكتور احمد عكاشة مستشار السيسي للشؤون النفسية، ونفس المنطق اللي شفناه قبل كده عند عمر سليمان وعند السيسي نفسه، اللي بالنسبة لهم الشعب عظيم لما يأيدهم ويطبل لهم، لكن لو اختار غيرهم يبقى شعب جاهل وما يستاهلش الحرية. المهم، قرر الوزير المستنير الجريء انه يوفد زكي طليمات الى اوروبا في مهمة لتطوير عمل المعهد، لكن مهمة زكي ما اكتملتش والمعهد نفسه ما كملش يا دوبك اول سنة دراسية، وتمت الإطاحة بمراد سيد أحمد بعدما قيل أنه شوهد يدخن سيجارة في رمضان في مكان عام، وتم نقله وزير مفوض في بلجيكا، يعني في منصب تشريفي ملوش أي أهمية. وزي ما بيقول زكي طليمات في مذكرات وذكريات ووجوه أنه تم ذلك استرضاء من القصر الملكي للأزهر اللي كان القصر بيسترضي رجاله بغير حساب عشان يستعين بهم للقضاء على حزب الوفد، ولم يكن يبالي في سبيل هذه المؤازرة أن تمسك أذنيها بأصابع رجليها طبقا لتعبير زكي طليمات. وقام القصر الملكي بتعيين وزير معروف بمحافظته وتشدده هو محمد حلمي عيسى، اللي كان أول قرار ليه هو إغلاق معهد التمثيل للمحافظة على التقاليد الإسلامية، كأنه على حد تعبير زكي طليمات بيقفل بيت دعارة مش معهد تمثيل. وتسبب قراره في معارك شنها عليه كتاب كثيرون على رأسهم عميد الأدب العربي طه حسين اللي ألصق بالوزير الجديد لقب وزير التقاليد. ويمكن اتكلمنا قبل كده في حلقة سابقة عن مقالة لطه حسين بيتكلم فيها عن شبهات فساد بتحيط ويا العجب وزير التقاليد. الوزير الجديد نقل زكي طليمات عشان يبقى سكرتير لدار الأوبرا ويجرد بقى أحذية وفساتين وكراسي الأوبرا، فبدأ زكي يهاجم الوزير في الصحف، وكان وقتها بيشارك في تحرير مجلة روزا اليوسف اللي كان متجوز صاحبتها السيدة فاطمة اليوسف. وبدأت الوزارة تحيل زكي طليمات إلى التحقيقات كلما نشر هجوم على الوزير في المجلة أو في غيرها على أساس أنه هو اللي بيسرب الهجوم ده للصحفيين. وتطورت الأحداث وحصلت مواجهة أمام النيابة بين زكي والوزير، واكتشف فيها زكي أن الوزير راجل لطيف ومش شرس ولا هو متشدد زي ما كان فاكره. والوزير قال له انه موافق من باب ترضية زكي وعشاق فن التمثيل انه يتم انشاء دراسة حرة للتمثيل تحت اسم قاعة المحاضرات التمثيلية بشرط الا يلتحق بها فتيات. ولما زكي اعترض الوزير قال له لو عايز تغير الشرط ده روح اتفق مع الشيخ ابو العيون سكرتير عام هيئة العلماء بالازهر. فرد زكي ساخرا: هل الوزارة هتسمح باننا نعمل عرايس جلد في حجم الفتاة يمثل امامها الطلاب زي ما سبق والشيخ ابو العيون اقترح في مقال لي؟ طبعا الشيخ ابو العيون كان معروف بتشدده وكان بيتم شن حملات عاتية عليه من الكتاب والزجالين ورسامي الكاريكاتير. المهم ما افضاش الحوار بين زكي طليمات والوزير عن شيء، وادرك زكي ان الوزير لم يلغي المعهد عن عقيدة شخصية منه، وحاول يفهم سر ده لكن ما قدرش يحل هذا اللغز. ودارت الايام وبعد 14 سنة تم انشاء معهد التمثيل بنظام أشمل وأفضل
سنة 42، ولكن للأسف بعد ما مصر ضيعت، أو 44، بعد ما مصر ضيعت فرصة إنتاج أجيال متميزة فنيا، وفضلت الحكاية طول الوقت متسابة للهواة بكل ما لديهم من مميزات وعيوب. وفي حفل افتتاح المعهد الجديد في سنة 44 هاجم زكي طليمات في كلمته وزير التقاليد، وكان من بين الحاضرين شخص تولى منصب مهم في السرايا الملكية أيام الملك فؤاد، وبعدين أعفي من الخدمة، فطلب من زكي انه يعدي عليه في البيت عشان يقول له حاجه شخصيه. ولما قابله في اليوم التالي كشف له سر الغاء المعهد سنه 31، وطلع ان الحكايه ملهاش علاقه بوزير التقاليد اللي كان مخلب قط ليس الا، وتحمل هجوم الصحافه بصدر رحب كعربون ولاء للملك فؤاد اللي كان هو اللي بالفعل ورا قرار الغاء المعهد. ليه بقى؟ لأن الشعب الأفغاني في نفس السنة 31 خلع الملك أمان الله خان وطرده من البلاد عشان خلى مراته الملكة ثريا تقلع الحجاب وتسافر لأوروبا، واعتبر أن ده تمرد على التقاليد القائمة في أفغانستان. فلما اتخلع الملك فؤاد بقى خاف على عرشه، وأخذ يراجع مع مستشاريه كل جديد مستحدث في الحياة المصرية، وطبعا كان على رأس القائمة معهد التمثيل، ورقم 2 مشروع أقره مجلس الوزراء قضى باستبدال ممرضات من النساء بالممرضين الرجال في المستشفيات الحكومية. فقام صدقي لغى المعهد ووقف قرار تعيين الممرضات بأمر من القصر إرضاء للمشايخ والمحافظين، عشان العرش أبدى من الفن وأبدى من التنوير اللي الملك الأول كان بيتاجر بيهم هو وإسماعيل صدقي، وبيصور نفسه بقى أنه هو رسول الحداثة وجعل مصر قطعة من أوروبا. للأسف تكرر نفس المشهد في كل العهود التي تلت الملك فؤاد، وكان دايما الحاكم يلعب بورقة التنوير والتحديث والتطور في بداية عهده عشان يغازل المثقفين والفنانين ويكتسب دعمهم، لكن لما العرش اهتز يلجأ إلى اعتقال المثقفين والفنانين وتكميم الأفواه، وياخد قرارات تبين أنه متدين ومحافظ عشان يأمن غضبة الشارع المحافظ طول الوقت أو أغلب الوقت اجتماعيا ودينيا. وللأسف لم يتعلم كثير من المثقفين والفنانين الدرس عبر السنين، وفضلوا يراهنوا على التنوير المفروض بقوة فرمان القصر والسلطة، مش اللي نابع من الناس ومن التفاعل الاجتماعي معاهم طويل المدى، لدرجة ان في فنانين ومثقفين باركوا المذابح اللي قام بها السيسي وخانوا ضمائرهم على اساس ان السيسي هيحمل مشاعر الفن والتنوير والتثقيف، واكتشفوا ان السيسي زيه زي اللي قبله، زي الملك فؤاد، زي السادات، زي عبد الناصر، لا يهمه التنوير ولا يهمه التدين والتطرف، يهمه فقط بقاء مصالح طبقة الحاكمة اللي بيمثلها طبقة الجنرالات. وعشان كده ممكن يخلى بسهولة بالوعود البراقة اللي قطعها ليهم مقابل بقائه على كرسي الحكم، لأن مغازلة الشارع المحافظ بالكلام عن التقاليد والأخلاق والتدين بتكسبه أكتر. هل هيتعلم المثقفين والفنانين ولو لمرة في تاريخنا إن هم ما يراهنوش على السلطة إنها تحميهم؟ وإذا كانوا كده كده هيدفعوا ثمن مواقفهم وانحيازهم للفن والثقافة والتنوير، فالأفضل إن هم يدفعوا الثمن وهم متسقين مع مبادئهم أخلاقيا ورافضين للظلم والقمع. أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من عصير الكتب، وتعالوا نشوف أول فقرات حلقتنا. هنا في هذه المدينة الساحرة المطلة على المحيط الأطلسي دأب شباب في إطار جمعية الأصيل للثقافة والفنون على الاحتفاء بعمالقة الإبداع في العالم العربي. فكرة حدائق الإبداع تأسست على التعامل مع فضاءات مدينة أصيلة المتاحة، والتي تتغنى هذه المدينة بحدائق جميلة موسومة بأسماء عمالقة الأدب المغربي والعربي والإفريقي. هذه الفكرة اجتمع حولها مجموع أندية جمعية الأصيل للثقافة والفنون كالنادي الثقافي ونادي المسرح ونادي الأنشودة أو الأغاني. وتتأسس هذه الفكرة على استقبال واستدعاء وحضور مجموعة من الكتاب، إما حضور جسدي وإما عبر كتبهم. حدائق الإبداع هو تحدي تخوضه الجمعية بكثير من الإصرار. الهدف منه
هو أن نخرج الثقافة من الدوائر المغلقة من الأسوار إلى الفضاء العام. الهدف هو تطبيع علاقتنا بالحديقة وجعلها متنفس ثقافي للقاء يجمع الأدب بالكلمة، بالفن، بالشعر، بالمسرح. هي محاولة لكسر الجدار والتطلع إلى فضاءات أرحب. الطيب صالح، تشيكاي أوتامسي، محمد عزيز الحبابي، محمود درويش، أحمد عبد السلام البقالي وعابد الجبري، كلهم مروا من هنا، فكانت أصيلة وفية كعادتها بنقش أسمائهم على حدائقها بمداد الفخر والعرفان. أصيلة منذ 1978 بداية الأولى للموسم الأصيلة الثقافي السنوي، عرفت زيارة مجموعة من الفنانين والأدباء والشعراء العالميين، منهم مغاربة، عرب وأجانب، وهؤلاء ارتبطوا بأصيلة ارتباطا وثيقا، ارتبطوا بساكنتها، بأزقتها، بشوارعها، بالحياة داخل أصيلة، وعشقوها. فكان لزاما أن نفكر في فضاء يخلد أسماءهم. حدائق الإبداع هو نشاط متميز، نشاط نوعي، يعني بالنسبة لنا كشباب يعني كيتيح لنا عدة فرص للتعبير عن الذات. هو واحد المتنفس اللي كيجي في آخر الأسبوع من بعد بعد أسبوع شاق. وحدائق الإبداع هي فرصة تحتنا حنايا شباب جمعية الأصيل وشباب أصيلة بصفة عامة، تحتنا فرصة أننا نتعرفوا على كتاب وشعراء وأدباء وفلاسفة عن قرب، وتحتنا فرصة أيضاً أنني نعبر على ذاتي أكثر وحبتنا القراءة. أنا أنظر بكثير من التقدير لهذه التجربة الفريدة من نوعها في المغرب. تجربة الجمعية محلية صغيرة استطاعت وفي وقت وجيز أن تدشن ما أسمته بحدائق الإبداع، مستثمرة في ذلك الفضاءات الطبيعية والحدائقية الجميلة التي تتوفر عليها المدينة. هكذا إذن ينتقل شباب المدينة من خلال هذا النشاط المتعدد من حديقة إلى أخرى، محاولين قطف أزهار الأدب والإبداع وخلق حوار ثري مع مجموعة من المفكرين والمبدعين الذين بصموا على مسار فكري وساهموا بقسط وافر في إثراء النموذج العربي والإنساني. أهلا بحضراتكم. بنكمل حوارنا مع الدكتور محمد زهران عن الكتب العلمية التي يرشحها للقراءة بوصفه يعني عالما مصريا متخصصا في الكمبيوتر، وبوصفه أيضا بيكتب عن العلماء المصريين والعرب اللي ساهموا في المعرفة العلمية، وبوصفه قارئا أيضا. أهلا بك دكتور محمد، وشكرا على الوقت اللي منحته لنا. وصلنا إلى ختام هذا الحوار، والشائع عندنا انه الكتب الاهم هي الكتب المترجمه، وده صحيح بالمناسبه، عشان يعني ما نبقاش يعني بننفخ في النعره الوطنيه وكذا، والعلم كله بيصب لبعضه. لكن في كتب علميه عربيه مهمه مكتوبه اصلا باللغه العربيه. من هذه الكتب اللي انت بدات بترشيحها، ويمكن انت كتبت عنه مقاله حلوه جدا، الدكتور محمد كامل حسين، كتاب وحده المعرفه. ليه الكتاب ده مهم؟ لأنه من زمان قوي، يعني احنا كنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن ازاي العلوم بتتداخل وكل واحد بيوصل للتاني وكده، فهو من زمان يعني من السبعينات وهو بيتكلم عن الحكاية دي. اسم الكتاب وحدة المعرفة، بيتكلم عن كيف أن المعارف كلها بتتداخل مع بعض، وازاي العلم ده بيأثر على العلم ده، وبيتكلم بأسلوب سلس. والدكتور محمد كامل حسين واخد جائزة الدولة على فكرة في العلوم والآداب. عن قرية ظالمة، الرواية عن قرية ظالمة بالظبط.
وهو ليه اصلا كتب علميه تانية، ليه التحليل البيولوجي للتاريخ، وهو العنوان ده انا الحقيقه فشلت ان انا الاقي كتاب لغايه دلوقتي. بس كتاب وحده المعرفه اولا كتاب منطقي جدا، يعني وانت بتقراه هتحس ان هو ما بيضحكش عليك في حاجه، هتبقى ماشي معاه الراجل جازل اللفظ، فيعني لان هو اديب يعني واهميه النوع ده من الكتب ان هو كتاب نظري ملوش علاقه بالتطورات العلميه، يعني يظل صالح للقراءه والمعرفه برغم مرور الزمن. بالظبط لغايه دلوقتي. والكتاب ده موجود على فكره على الانترنت ببلاش. تمام. هو حلو جدا. في برضو كتاب صغير في الحجم ولكن كبير في الاهميه وهو عده اجزاء، اللي هو في بحور العلم للدكتور احمد مستجير، وطبعا يعني من اهم من ساهموا في المعرفه العلميه في الوطن العربي. طبعا الدكتور احمد مستجير الله يرحمه. يعني الكتب بتاعته دي انا كنت بقراها من قبل ما اسافر امريكا، وفي منهم كام واحد قريته كذا مره من كتر ما هو يعني بيدي للواحد طاقه. يعني هو بيحكي لك قصص، يعني مش بس هو مش بيدي معلومه علميه بس، بيحكي لك القصه اللي وراها والعلماء ازاي وصلوا للحكايه دي، وحتى بيحكي عن الدبل هيليكس واتسون وكريك والكلام ده كله، وبيحكيها باسلوب شيق. فده بيخلي يعني هو متهيألي الشباب لو قرأت الحكايه دي هيبقوا شغوفين اكتر بالعلم، مش مجرد يعني هم الناس شغوفه دلوقتي. ده الكتاب ده هيحببك اكتر في الموضوع، وهيدي لك برضو شويه معلومات علميه وانت بتقرا. تمام. مقطع الكتاب كمان صغير جدا هو من دار المعارف سلسله اقرأ. والحقيقه الدكتور احمد مستجير انا يمكن سعدت بمعرفته شخصيا في بيت استاذنا الكبير صلاح السعدني، وهو كان صديقه عشان خريجين زراعه وكذا، من الناس اللي لم يحسن استثمارهم في مجال الثقافه العلميه بالتلفزيون، لانه كان في قعداته حكاء وخفيف الظل. يمكن لو كان بعض الاهتمام به يعني كان يكسر الحاجز، كان ممكن يبقى مفيد. فده بيحلنا للكلام اللي انت قلته حوالين الكورسات اللي بتتاخد للتواصل. لو في حد مهتم يعمل ده مع علماء من اللي موجودين في الجامعات المصرية والعربية هيبقى شيء مهم جدا. كتاب آخر مناهج البحث العلمي للدكتور عبد الرحمن بدوي. الدكتور عبد الرحمن بدوي طبعا يعني غني عن التعريف، يعني واحد من كبار الفلاسفة عندنا، بس في نفس الوقت هو راجل أكاديمي للغاية. فراجل أكاديمي معناها ان هو لما بيمسك اي نقطة بيحللها زي ما الامريكان بيقولوا تو ديث، يعني حتى الثمالة بقى لو يعني حتى فالكتاب ده بيشرح بالظبط ما معنى كلمة المنهج وما معنى كلمة البحث، والناس ازاي لما اجي اعمل بحث علمي ايه هي الاسئلة اللي لازم اسألها بالظبط، وازاي الحكاية دي تطورت، وايه هي المدارس البحثية. يعني هو الكتاب بس عيبه الوحيد ان هو مش جازل يعني العبارة قوي، بس مفيد للغاية. يعني لو اي حد، يعني انا ارشح الحكاية دي للطلبة اللي في الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس او اللي ابتدوا يعملوا ماجستير او دكتوراه، لان قبل ما يبتدي يعمل البحث يقرأ الكتاب ده. جميل. من الكتب برضو المهمة كنت محررا علميا هو طبعا كتاب مناهج البحث العلمي طالع من مركز عبد الرحمن بدوي للإبداع، والحقيقة اللي هو جامع أغلب شغله وشغل مهم جدا. هو يعني ترجم، عمل كل حاجة الحقيقة، ترجم أدب ومسرح وغير سيرته الذاتية المهمة، عالم عظيم رحمه الله. الكتاب كنت محررا علميا اللي صادر من سلسلة الثقافة العلمية الهيئة العامة لقصور الثقافة للدكتور وجدي رياض. الكتاب ده هو أولا الدكتور وجدي رياض محرر علمي، وانا اعتقد ان هو يمكن احنا عندنا كام محرر علمي في مصر ما تقدرش تقول في تاريخنا كده اخر 50 سنه 3 4. فهو بيحكي تجربته، انا ليه عايز ابقى محرر علمي، طب ما معنى كلمه محرر علمي، طب عشان ابقى محرر علمي كويس ايه اللي لازم اعمله. بيحكي بقى قصص من حياته. فهو مزيج من السيره الذاتيه ومزيج من الصفات الواجب يعني توافرها في اي محرر علمي. فانا يعني لما جيت ابتدي اكتب المقالات في جريده الشروق كان اول كتاب قريته ده، لان هو بيتكلم ان في الاخر انت محتاج ان انت تبقى مثقف ثقافه علميه، لكن في نفس الوقت عايز عندك القدره على التواصل كتابه مع الجماهير العريضه. لان انا مشكلتي ان انا في الاول انا كنت بشتغل في الجامعه، يعني في الاخر بنشر ابحاث لو قراها 50 واحد يبقى كويس، انما انت عشان توصل بقى للجماهير العريضه دي عمليه. صحيح. فهو الدكتور وجدي بيشرح في الحكايه دي ايه الغلطات اللي هو وقع فيها حتى وازاي نتجاوزها. ومن خلال برضو الكلام بتلاقي زي ما يكون كشف حالة لحالة العلم في مصر وحالة الاهتمام بالعلم في مصر، وازاي يعني بيتم محاولة في ناس زيه وزي بعض مثلا المجلة الشباب وعلوم المستقبل لما بدأت في الأول ازاي كانت مهتمة بالعلوم وبعد كده تغير توجهها. والحقيقة تحية برضو لهذه السلسلة اللي في الآخر الكتاب بيطلع ب4 جنيه، يعني حاجة محترمة جدا وفيها ناس بتحاول انها يعني صدر من السلسلة 18 كتاب. الكلام ده في سنة
2014. فبالتالي يعني يستحقوا التحية يعني على اللي بيعملوه. بس في حاجة نقطة أنا أحب أزودها هنا يعني إذا سمحت لي. أنا هقدر أقول إنه ابتدى يبقى عندنا ثقافة علمية في مصر وإن إحنا ماشيين على الطريق الصحيح لما يحصل حاجتين. الحاجة الأولانية هي إن الأستاذ في الجامعة لا يخجل من إنه يحيل الطلبة بتوعه على مدرس أو أستاذ مساعد. ما يبقاش إن أنا علشان أنا يعني استاذ يبقى ما ينفعش اقول ما اعرفش مثلا او حاجه زي كده. يعني مثلا عندنا في الجامعات في مصر ما ينفعش مدرس يشرف على رسائل ماجستير او دكتوراه، لازم يبقى استاذ مساعد او فما فوق. هنا لا، هنا ده اغلب الرسائل اللي بتتناقش في امريكا يعني بيبقى اغلبهم مدرسين، يبقى لسه واحد لسه متخرج وعنده انرجي ومش عارف ايه. فدي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه بيبقى فايده للطرفين، المناقش والمناقش. بالظبط كده. يعني الواحد لا يخجل من ان هو يقول ما يعرفش او يقول ان ده هو صغير في السن بس دلوقتي مطلع اكتر على وده هيقودنا للنقطه الثانيه، انه يعني الناس اللي تتجه لاي اتجاه ليه علاقه بالعلوم يا ريت يعملها عشان عايز يساعد البلد او عايز يعني يدفع العلم للامام، ما يبقاش عشان الفشخره. لان في ناس كتير بتحب دايما لازم السيد الاستاذ الدكتور يا سيدي احنا موافقين الفشخره بس يعمل بجد. ما هي يعني المشكله ان الفشخره دي بتاخد يعني بتاخد منك طاقه، يعني طاقة في الاخر فالطاقه دي كانت تستثمرها في حاجه تانية. صحيح صحيح عندك حق. وطبعا احنا مش عايزين نقول اسماء لان الناس عارفينهم وهم عارفين نفسهم كويس. من الكتب المهمه اللي يمكن اترجمت للعربي و يعني من المهم الكلام عنها بنية الثورات العلمية لتوماس كان. الكتاب ده اولا زي ما يعني الاجانب بيقولوا عليه كلاسيك، يعني ده لازم يتقري من اي حد بيتجه للثقافه العلميه، لان هو بيشرح لك بدايه الثوره، يعني ايه ثوره علميه وليه زمان ما كانش ساينس قوي، كان زي ما بيقولوا سودو ساينس، يعني كلام فارغ وبياخد الشكل العلمي. بس الثوره العلميه ابتدت ازاي والمنهج العلمي ابتدى ازاي، وده معناه ان الكتاب ده يعتبر نمره يعني تاني كتاب نقراه بعد الكتاب بتاع عبد الرحمن بدوي. يعني عبد الرحمن بدوي هشرح لك العمليه كلها جت ازاي، الكتاب ده هيقول لك تاريخها بقى. اوكي، بالتالي ده كتاب بدوي نظري وده اكثر تفصيلا. ده اكثر تفصيلا واصعب، يعني انت بدوي هطلعك شويه خطوه بعدين ده هيكمل معاك كام سلمه لفوق. عظيم جدا. من الكتب العلميه الغير مترجمه على حد علمنا اللي هو كتاب انتر ترينيتي مايكل مالون. عايز اسالك اقول لك وات اباوت انتر ترينيتي. اولا مايكل مالوني من اهم الكتاب السير الذاتيه في امريكا. اوكي. الكتاب ده اسمه انتل ترينيتي، بيتكلم عن شركه انتل اللي احنا كلنا عارفينها وسمعنا عنها من اول بداياتها، والترينيتي اللي هم الثلاثه، يعني هي طبعا لفظ كنسي شويه يعني يعني ثالوث انتل اللي هم الاثنين اللي عملوا الشركه الاساسيين اللي هو جوردن مور وروبرت نويز، ومعاهم بعد كده اشهر مدير تنفيذي اللي هو اندي جروف. اوكي. اتنين منهم لسه عايشين لغايه دلوقتي. الكتاب بيدي فكره انه الواحد علشان يبتدي شركه مش لازم يبقى عارف هو بالظبط هتبقى ايه. يعني شركه انتل دي في الاول كانت بتعمل شرايح ذاكره بتاعه الكمبيوتر وعملت ساعات، لقوا نفسهم والله طب احنا ممكن نعمل ساعه اي حاجه بتجيب فلوس، وبعد كده تحولوا بعد كده للبروسيسورز اللي هم شغالين. بس في حاجه مهمه بقى في الكتاب، يعني انه بيتكلم عن في واحد كان واخد جائزه نوبل اللي هو شوكلي عن الترانزستور، ان هو عمل الترانزستور وكده، فقال لك طب انا هعمل شركه وما اعرفش ايه. طلع من العن مديري الشركات اللي موجودين اللي ظهروا في تاريخ السيليكون فالي. فده معناه انه كون ان الواحد العن بمعنى فشل لدرجه ان هم الشركه كلها استقلت في يوم واحد. وهم دول اللي عملوا بعد كده شركه فيرتشايلد اللي منها بعد كده طلعت انتل. بالظبط. يعني ممكن تكون شاطر في الكفته بس ما تكونش شاطر بالضروره في الطب وفي العلم او في الاداره بس مش في العلم. بالظبط. طيب كتاب دكتور فولكمانز وور لروبرت كوك. دكتور فوكمانز اسمه جودا فوكمانز، ده اتعينوه كطبيب في مستشفيات الحكومة، وقالوا له احنا هندي لك يعني ايه مهمة واحدة بس، ان انت تقضي على السرطان. طبعا وقتها يعني كان الموضوع سهل كده هنهد فهو بيشرح بقى ايه ازاي ابتدى يفكر في الموضوع، يعني طريقة التفكير العلمي. هو الكتاب ده يعتبر سيرة ذاتية علمية زي كتاب بالظبط الدبل هيليكس او يا له من سباق محموم اللي احنا اتكلمنا عليه. فهو ابتدى يفكر ازاي، قال لك والله هي السرطان ده ما في الاخر خلايا، فخليه حيه دي معناها انها لازم تتغذى، لازم في شعيرات دمويه تغذيها بالدم وكده. طب انا لو قطعت عنها الغذاء ما هتموت.
وعمل تكنيك اخذ عليه جوائز كتير ولسه مستخدم الى الان في القضاء قضاء على بعض انواع السرطان، بس طبعا هم ما قضاش على السرطان بالظبط. هو يعني اللي عمله لبنه في صرح للسعي للقضاء على السرطان بالظبط. لسه لحد هو دلوقتي بيشرح ازاي حتى فكر في الحكايه دي وازاي يمكن هو مشروع قومي كان متبنيه اوباما، ولا زالت امريكا بتستثمر فيه ملايين الدولارات لحد دلوقتي، فكره القضاء على السرطان. طيب كتاب اخر اللي هو اون انتليجنس لجيف هوكنز. سنة هي السنة دي اكشولي سنة 2015 22 اكتوبر 2015 بالظبط. البيت الابيض نزل تحدي زي ما كان في الستينات التحدي بتاع كينيدي اللي قال احنا هننزل على القمر كمان 10 سنين. دول نزلوا تحدي، قالوا احنا عايزين تعملوا سوبر كمبيوتر كبير. سوبر كمبيوتر ده يقدر يشوف كل الحاجات اللي بتتكتب زي على تويتر وفيسبوك وما اعرفش ايه والكلام ده كله ويحللها ويشتغل بنفس الكفاءة بتاعة المخ البشري. فده كده بقى في سباق محموم اوريدي كان ابتدى من مده عن طب احنا عايزين نتعلم من المخ البشري ده. المخ البشري ده احسن كمبيوتر موجود، شغال ازاي ونحاول نستفيد منه عشان نبني كمبيوتر. الكتاب ده بقى بيتكلم عن كده. جيف هوكينز اصلا في بداياته كان راجل بتاع تكنولوجي وراجل انتربرينور، يعني بتاع بيعمل بيزنس وكده. هو اللي عمل البالم بايلوت اللي كان موجود زمان قبل فقال لك لا ده انا ليا نظريه بقى المخ شغال ازاي وان المخ معتمد على ذاكره عامله ايه. طب ما انا ممكن استغل الحكايه دي ان انا اعمل كمبيوتر يبقى ذكي وده حاجه مختلفه شويه عن التخصص بتاع الذكاء الصناعي او الشبكات العصبيه. فهو هنا بيشرح نظريته في الحكايه دي وبيشرحها بطريقه عاملها للعامه زي ميكو كاكو كده في جميل. طيب هنروح لفاصل قصير ونكمل بقية ما بقي لدينا من عناوين. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونكمل حوارنا مع الدكتور محمد زهران. أهلا بحضراتكم. وصلنا إلى ختام حوارنا مع العالم المصري الدكتور محمد زهران والحديث عن الكتب العلمية التي يرشحها للقراءة. والحقيقة أنه محزن جدا أن العناوين اللي اتكلمنا عنها في الآخر أنها على حد علمنا لم تترجم حتى الآن، ونتمنى أن تهتم دور النشر بترجمة هذه العناوين لأنها شديدة الأهمية. ومن بين العناوين اللي قدامي اللي أنت مرشحها كتاب The Art of Scientific Investigation. الكتاب ده مهم جدا لدرجة أن أنا قريته مرتين على الأقل. لأن هو بيتكلم على دلوقتي أنا عندي سؤال علمي عايز أرد عليه أو في مهمة بحثية عايز أعملها، فهو بيتكلم على كل العوامل التي تؤدي إلى نجاح هذا. فمن ضمنهم بيتكلم عن مثلا، وده كانت حاجة غريبة أول مرة أشوفها، ده الكتاب الوحيد اللي بيتكلم عامل الحظ مثلا. فبيقول لك والله طب هو هل فعلا في حكاية عامل الحظ؟ بيجيب لك المشكله بتاعت ايان فليمنج اللي لقى الحاجات عفنت ومش بيقول لك على فكره ما فيش حظ قوي، لان انت لما تبتدي تقرا بقى مذكراته في الحته دي بيقول لك على فكره انا واخد في اعتباري ان هو احتمال ان دي تتعفن فانا هخليها على جنب. يعني فحكايه ان انا فجاه هلاقي حاجه دي ما بتحصلش، لازم الواحد يبقى واخد في اعتباره كل الاحتمالات الممكنه. الحاجه الثانيه اللي الكتاب ده بيقول عليها انه اغلب الاكتشافات الكبرى ابتدت بان واحد كان بيحل مشكله ثانيه. ما فيش واحد قال من الاول على فكره انا هكسر الدنيا واعمل دي. لا، بيبتدي حاجه ولازم يبقى واخد في اعتبار ان في حاجات تانية ممكن تطلع على الجنب، وبيوري الحكايه دي ممكن تتعمل ازاي. فالكتاب ده واخد كذا صفه من الصفات اللي احنا محتاجينها. واللطيف انه المؤلف بتاعه البروفيسور بيفريج اللي هو استاذ في انيمال باثولوجي، يعني لا ما هو بس بيتكلم عن العلم بشكل عام. هو بيتكلم عن العلم بشكل عام، بس طبعا الامثله اللي بيجيبها كلها اقرب للبيولوجي للمجال. اوكي. كتاب اخر My Brain is Open The Mathematical Journey of Paul إيردوس هو لبروس تشيدر. هو الكتاب ده هي سيرة بس مش ذاتية، يعني بيحكي قصة بول إيردش. الناس بتعتبره من هو بول إيردش. هي بتكتب دوس في الآخر بس الجماعة أنا بأسف طبعا لو نطقت أسماء غلط لأنه لا هي بتكتب. فهو ده بيعتبروه من أعظم علماء الرياضة في آخر 20 سنة. ده لما مات كان عنده حوالي 1560 بحث منشورين، لدرجة إنه علماء الرياضة عاملين حاجه اسمها إيردش نمبر. يعني انت لو نشرت بحث مع إيردش يبقى انت عندك إيردش نمبر 1، لو نشرت بحث مع حد نشر مع إيردش يبقى عندك إيردش نمبر 2. عاملين ومايكروسوفت راحت عامله ويب سايت على تحط اسمك يروح باصص في كل الابحاث شوف انت عندك توصل لإيردش، عارف العنعنه يعني لغايه. بس الكتاب نفسه بقى بيتكلم هو ازاي ان الراجل ده كان بيعشق مجاله لدرجه انه بيشتغل 19 ساعه في اليوم، ما عندوش بيت، بيتنقل ما بين المؤتمرات بتاعه الرياضه، يقعد عند اصحابه كلهم يقعد يشتغل وورقه وقلم.
والاهم ان هو مش بقى يقول انا بقى بول اردش الاستاذ الكبير، ده بينشر بيبر مع ناس في ثانوي، لو واحد لقى فكره كويسه يقعد معاه ويقعدوا يعملوا ويروحوا ناشرين البحث مع بعض. فدي إن معناه انه ما عندوش فشخره في الموضوع يعني ومش مسمي نفسه الدكاتره قردش، يعني زي الدكاتره نبيل لقى بباوي كده، مش حاجه فخيمه عندنا. طيب هنتكلم عن ذا اوتلايرز، واللي كاتب مشهور جدا مالكوم جلادويل ومساهماته كتيره حتى في الصحافه في مجله نيويوركر في الكتاب. ممكن تكلمنا عنه شويه؟ مالكوم جلادويل ده انا ارشح اي حاجه هو يكتبها بصراحه. يعني مالكوم جلادويل ده كاتب بارع للغايه، وكتاب ذا اوتلايرز ده واحد من الخمس كتب اللي هو منزلهم لغايه دلوقتي، بيتكلم عن لو ترجمناها بالعربي يعني البارعون او اللي هي، فبيتكلم عن بيقول انه دايما لما بتلاقي حد بينجح نجاح كبير يعني في اي مجال سواء رياضه او علم او كده، تلاقي دايما في ايه ابطال عالم وكده، بس في كام واحد في تاريخ الحاجه دي يعتبروا من النجوم العظماء. قال لك لو حللنا حياتهم الناس كلها هتقول لك طب ما هو يمكن ان هو بقى كده علشان عنده موهبه، او ان هو هيبقى كده علشان بيشتغل جامد. قال لك تعالى نحلل الحاجتين دول. عنده موهبه يعني ايه؟ يعني انت بتعمل حاجه كويسه من غير ما تاخد تدريب كافي. قال لك ده لم يحدث قط خالص. قال لك يعني حتى موتزارت الناس دايما تاخده مثال لك وعنده 6 سنين ما اعرفش، قال لك تعالى نبص على موتزارت ده. اولا كل الموسيقى اللي بتعجبنا الموتزارت عملها بعد ما فات بقى، كان بقى عدى ال20. الحاجات اللي هو عملها وهو صغير دي ما كانتش، انت عارف زي بالظبط ما بيقول لك في ناس بيلعب شطرنج، ماشي ان هو بيلعب شطرنج الناس هتنبسط، بس بيلعب وحش. قال لك ابوه كان من اعظم مدرسي الموسيقى في بلده وقتها، فاي حاجه كان بينزلها وهو عنده 6 سنين كانت بتعدي على ابوه الاول. فده معناه انه برضه موهوب، بس مش الموهبه مش هي اللي بتخلي الواحد يبقى جامد. قال لك بالشغل الجامد في ناس ممكن تقعد 40 سنه بتشتغل في نفس الحاجه وبرضه ما بقاش اوتلايرز. قال لك طب الموضوع جاي منين؟ قال لك الموضوع في الاخر جاي من حاجه هو جابها من الناس بتوع علماء النفس اسمها deliberate practice، ان انت تتمرن على الحاجه تقسمها. يعني مثلا قال لك جاب مثال تايجر وود اللي هو كان بطل العالم في الجولف ده الجولف. قال لك انت ممكن تقعد تلعب جولف 10 ساعات في اليوم برضه مش هتبقى اوتلاير، انما الفكره انك تختار ضربه معينه وتقعد تعملها وتعيد فيها 16 ساعه مثلا في اليوم هي نفس الضربه، ويبقى في واحد واقف قدامك وبيحلل لك ويقول لك وانت تعيد تاني. دي اولا عمليه ممله جدا ان انت تعمل نفس الحكايه مره. جرب كده تقرا مقاله انت نفسك كاتبها، هتلاقي نفسك بتمل في النص وبتعدي بسرعه على الحاجات. فكون انك تركز في اللي انت بتعمله وتيجي تعيد وتقعد تعملها 10 15 ساعه في اليوم، دي عمليه صعبه، بس هو ده الديليبريت، يعني معناه ان انت بتعملها ومركز في اللي انت بتعمله. فده بيقول لك عايز تبقى جامد في اي حاجه، خد اللي انت عايز تتعلمه قصقصه الحتت واقعد اتمرن في كل واحده وخلي حد يديلك فيدباك يقول لك وتقعد تحسن. ده ممل بس هو ده اللي وبعدين قال لك في نظريه ان العمليه بتاخد 10000 ساعه عشان تبقى يعني اكسبرت. 10000 ساعه يعني 10 سنين. بس طبعا يعني ابتدت تظهر مقالات تقول له لا ما هو مش كل المجالات محتاجه 10 سنين، في حاجات اقل في حاجات اكتر مش عارف ايه. بس هو الكتاب ده خلى موضوع حكايه ال 10000 ساعه والديليبريت براكتس دي ينتشر قوي في امريكا. والحقيقه برضو ده بيحيل الى فكره دراسه كل، يعني انا مره شفت برنامج عن تايجر وودز بيحلل علميا التكنيك بتاعه وبيتكلم حوالين قوه الضربه، وبيحاولوا يلاقوا منطق علمي للنجاح الفائق بتاعه وان هو تحول لظاهره. فالعلم هنا بيدخل في دراسه اشياء كثيره بالظبط، العلم وبعدين قوه الاراده انه يصبر على حاجه زي دي. اللي هو كان ابوه بيقول ده كان ساعات من كتر الضربه ده الدم بيطلع من ايده من كتر ما عمال لنفس الضربه كل شويه. اوكي. كتاب آخر الحقيقة عنوانه ملفت جدا، The Wisdom of Crowds لجيمس سورويتسكي. اسم صعب ما أنا ما بعرفش أنطقه. The Wisdom of Crowds ملفت العنوان. الكتاب أولا أول ما نزل الناس بيقولوا عليه انستنت كلاسيك. الكتاب ده لازم يبقى على ترابيزة أي حد من متخذ القرار. قال لك ليه؟ قال لك لأنه ابتدأ بمثال. قال لك تشالنجر اللي ناسا طلعتها وانفجرت وهي بعد 10 ثواني من قال لك تشالنجر دي كان مشترك في بنائها 4 شركات. بعد مرور اسبوع تقريبا الاسهم بتاعت شركه منهم قلت جدا في البورصه، وكانت لسه ناسا ما حللتش الموضوع. عقبال بقى بعد 6 اشهر لما ناسا نزلت تقريرها لقوا ان فعلا الشركه دي هي طب البورصه سعر السهم في البورصه ده بيتحدد عن طريق الناس اللي بيشتري وبيبيع. ده معناه ان الناس وصلت لحاجه قبل ناسا. فابتدى بقى يحلل. قال لك الله طب ما في مشاكل كتير، انا ممكن لو سالت الناس حتى لو هم مش متخصصين وجمعت اجاباتهم بطريقه معينه انا ممكن الاقي حل احسن من اي حل هم كلهم بيقولوه.
وابتدى يدي امثله ويحلل ايه هي انواع المشاكل اللي ممكن نعمل بيها كده. والسي اي اي ابتدت تعمل الحكايه دي من السنه اللي فاتت، يعني السنه اللي قبلها حتى بعتوا اختاروا ناس معينه عاديين وكتب تقرير عن ده، يعني ده مش سر يعني، نزل مش فاكر في نيويورك تايمز ولا ايه. قالوا لهم انا عايزك تقول لي هل روسيا هتخش اوكرانيا قبل يوم 15 مايو ولا لا، وانا مش هديك اي معلومات سريه ولا بتاع، انت مع نفسك كده مع الانترنت وقول لي. وجربوا الحكايه دي في كذا سؤال تاني ولقوا انه الناس العاديه لما بيجمعوا يعني اجاباتهم وكده ان اجاباتهم بتبقى دقيقه ب 30% اكتر من محللين السي اي اللي هم عندهم معلومات سريه. فابتدى بقى يحل، قال لك طب كده عشان تخلي حد يحل حاجه زي دي لازم تختار ناس بقى من خلفيات اجتماعيه مختلفه وسنين مختلفه. يعني احنا لو في مصر مثلا عندنا احنا دايما بنقعد تقعد تنتقد وبص الشوارع عامله وما اعرفش ايه، طب حلو اختار بقى مشاكل من دول وحطهم على النت وخلي الناس ترد، خلي بقى اي حد يديك حلول. بس طبعا مش كل المشاكل ينفع تتحل بالطريقه دي. لا، وافتكر كمان حتى في امريكا بعد صعود ترامب يعني والظاهره ممكن يبقى في اعاده نظر في المنطق. ولو ان في فكره متهيألي من اللي انت قلته، هو ممكن يكون القصد هنا انه قراءه ردود افعال الناس. يعني حتى ترامب نفسه بكل الحاجات الغبيه اللي بيقولها هو تعبير عن حقيقه، اللي هو فكرة صعود الفاشية وصعود الأفكار العنصرية من جديد بعد ما كانت خفتت يعني. ما دي حاجة بس إن دول كمان يعني حكمة الجماهير، يعني wisdom of the crowd، إنه حتى ممكن يحلوا بعض المشاكل العلمية. يعني استخدموا حتى من ضمن الأمثلة اللي هنا إنه في غواصة تاهت من البحرية الأمريكية، فراحوا جايبين الناس وتفتكر الغواصة دي هتبقى على بعد قد إيه، ودي حاجة ما فيش حد عنده معلومات وكل واحد يقول حاجة من حسب تخيلاته كده، ووصلوا لقوا والله ده كتاب انترستنج جدا، وممكن تبقى ترجمته هل الفتي لازمة يعني ممكن نطلع بنظرية. أنا مستني جدا إن الكتاب ده يترجم، والله حاجة عظيمة. والله على فكرة أنا ما بنزل كل مرة المركز القومي للترجمة عامل شغل كويس في حكاية جدا، بلاقي كتب جديدة بتنزل. لا وبيعملوا حتى حاجات تفصيلية، يعني عجبني كتاب مترجمينه قريب عن البطارية، ثورة البطارية، الترجم في مصر. الترجم في مصر الحقيقة بيعملوا شغل وإحنا قدر الإمكان بنحاول نلقي الضوء على شغلهم. عندنا لسه كتابين قبل ما نختم. كتاب فينمان ليكتشرز اون فيزيكس 3 فوليومز، ريتشارد فينمان. ايوه فاينمان ده هو اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من شويه، ان هو ومعاه خد نوبل في الفيزيكس سنه 65، وفي نفس الوقت يعتبر من ابرع المتحدثين. اوكي. فهم جابوه قالوا له انت تدي محاضرات فيزيكس للناس اللي في سنه اولى، فقال لك ماشي. فابتدى يروح من كتر حلاوه طريقته في البتاع، الاساتذه كمان كانوا بيجوا يحضروا مع العيال اللي كانوا في سنه اولى في الجامعه عشان يتفرجوا على فاينمان وهو بيشرح، لدرجه انهم بعد كده سجلوا كل المحاضرات دي من كتر ما هو يعني كان كويس، ونزلوها في ثلاث كتب فيها من اول البدايات بتاعه الطبيعه الفيزيكس لغايه الكوانتم، من اول المغناطيسيه والكهرباء وما اعرفش ايه لغايه لما نوصل لموضوع الكوانتم بطريقه سلسه للغايه. فده غير ان هو بيدي معلومات فيزيكس، بيدي معلومات ازاي نشرح يعني. هايل جدا. اخر كتاب هنتكلم عنه في القائمه The Scientist: A History of Science Told Through the Lives of Its Greatest Inventors. الكتاب لجون جريبن. الكتاب ده كتاب حديث ولا قديم؟ لا هو بقى له حوالي 15 سنه. اوكي. بس هو بيتكلم عن تاريخ، مش بقى تاريخ العلم كعلم بس، لا تاريخ السلسله بتاعت العلماء اللي وصلونا للي احنا فيه. ازاي كانه تقدر تعتبره سلسله من السير، يعني السير او التراجم بتاعت العلماء، بس محطوطه في سلسله لوجيكال، ازاي كل واحد بيستلم من اللي بعده، عارف زي ال 400 متر تتابع كده. فده بيوري ان العلم في الاخر ما فيش واحد يشتغل لوحده كده يعني. هايل. ويمكن في كتاب كان مهم طلع من دار المعارف اسمه تاريخ العلم في كذا جزء لو فاكر. ده انا اشتريته على فكره في الاجازه اللي قبل اللي فاتت. ده كتاب قديم ومن الكتب المهمه، ولسه اعيد طبعه، ومش غالي على فكره. مش غالي صحيح. دار المعارف الحقيقه من الدور اللي كان ليها دور مهم حتى في السلاسل الصغيرين اللي هي كل شيء عن ايوه كذا. كنت بجيبهم وانا صغير. لا دي من الكتب المهمه جدا واللي محتاجه بس ابديت، ومحتاجه انها يتم مراجعه لموادها. يا ريت الناس يعني تعرف ان الكتابه حتى للنشء، الكتابه العلميه للنشء دي حاجه مهمه. الناس بتفتكر ان لما باجي اكتب للصغيرين دي حاجه سيئه وان انا راجل تافه ولا ما. لا ده دور كبير عليك وعلى زمايلك في الجمعيه اللي انت بتتكلم فيها والعلماء المصر والشغل اللي انتم بتعملوه كمان، ان اشاعه المعرفه العلميه ونشرها، ده دور مهم جدا. احنا حاولنا من خلال هذه الحلقات الثلاث واحنا بنتكلم مع حضرتك، وبنشكرك جزيل الشكر على الوقت اللي منحته لنا. واسمح لنا ان احنا في المستقبل كل كده 4-5 شهور ان احنا نعمل اطلاله على
ايه المستجدات، ايه الكتب اللي طلعت، ايه الحاجات اللي ترشحها للناس تبقى يعني المحرر العلمي بتاع عصير الكتب يعني، او الخبير العلمي بتاع عصير الكتب. نشكرك جدا جدا دكتور محمد زهران. وصلنا الى ختام حوارنا مع الدكتور محمد زهران، ولكن لسه في فقرات في هذه الحلقة من عصير الكتب، فابقوا معنا بعد فاصل قصير. هشام فهمي مترجم مصري شاب، درس الأدب الإنجليزي واحترف الترجمة، فصدرت له الناجي الأخير لتشاك بالانيك، وفرنكشتاين لماري شيل، والمحيط في نهاية الدرب لنيل جيمان، وغيرها من الروايات، بالإضافة إلى سلسلة المترجم. سلسلة المترجم أقدر ألخصها في إنها بقدم النصوص اللي أنا قريتها وحبيتها لدرجة إن أنا قررت أترجمها. الكتاب الأول من سلسلة المترجم اللي هو صدر عن دار داون فيه نصوص متنوعة، هتلاقي لفيرجينيا وولف، هتلاقي لتشاك بولانيك، نيل جيمان، وودي ألين. يعني حبيت أعرف الناس إن وودي ألين مع إنه يعني هو مخرج عظيم وبس بيكتب نصوص كوميدية ظريفة جدا. كان في كمان المقال اللي كتبه جوني ديب عن علاقته بالمخرج تيم بيرتون والصداقة اللي جمعت بينهم. قليل جدا لما نلاقي نجم سينمائي بيكتب حاجة مطولة عن تجربته في السينما. فده كمان جزء من الحاجة أنا حابب أعملها في المترجم، إن القارئ العربي يطلع على نصوص ما كانش هيلاقيها موجودة متاحة في باللغة العربية بشكل آخر. بحب أترجم في الأعمال الخيالية لأن أنا بحب أقراها، وشايف إن مظلومة جدا في نقطة إن احنا نقدمها للقارئ العربي. يعني كل سنة بيطلع عشرات البيست سيلرز في أمريكا لوحدها، ممكن أقول مئات كمان في أمريكا لوحدها، فما بالك بيطلع في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه الترجمة قليلة جدا. ناس كتير معتقدة ان هو ادب مش عميق، ادب تافه، ادب تسلية، مفيش قيمة بيقدمها، هو مجرد تسلية فقط. وانا مش شايف اي حاجة غلط في التسلية. التسلية في حد ذاتها يعني المفروض تبقى هدف، وفي نفس الوقت لا، هي مش كل الاعمال دي كده، فيها حاجات فيها قيم انسانية وادبية جميلة جدا، في حاجات مكتوبة بلغة كويسة جدا، لغة تشد القارئ. في منها اللي بيعلمني حاجات كتير عن العالم وعن حاجات في كل انواع العلوم والاداب والفنون انا ما كنتش اعرفها واسمع عنها او اتخيل انها موجوده اصلا. فلا يعني هو ادب، رغم ان اي حد يرفض كده، وفي منه الادب الكويس جدا والمحترم جدا بره، وبيحصل على جوائز ادبيه رفيعه. ويميل هشام فهمي في ترجماته الى الروايات الخياليه الملحميه، واخرها روايه لعبة العروش للأمريكي جورج مارتن، والتي تم تحويلها للمسلسل التلفزيوني الشهير Game of Thrones. في تجربتي مع لعبة العروش بدأت لما قريت الكتب أولاً وانغمست فيها تماماً. أنا قعدت شهرين تقريباً قريت 5000 صفحة اللي صدروا في ال5 كتب أو أكتر كمان اللي هم صدروا حتى الآن. كان يعني أول مرة في حياتي ما بعملش حاجه فيهم غير ان انا بقرا. انا مش قادر اقفل الكتاب. وفي نفس الوقت وده اللي بقيس دايما بيه قدرتي على ان انا اقدر اقدم ترجمه للعمل ده، ان يعني فعلا كنت حاسس بالكلمات بتترجم في دماغي. العباره دي تصلح هكذا بالعربيه، والتعبير دهوت يبقى حلو كده بالعربي. طبعا في حاجات اتعثرت فيها لان انا مش حافظ القاموس، لكن بشكل اجمالي لا، انا حاسس ان انا قادر فعلا اقدم ترجمه حلوه للروايات دي. في عرب كتير اتفرجوا على المسلسل، فعندهم المسلسل ماخوذ عن سلسله الروايات اللي هو جيم اوف ثرونز، وبيسموه بالعربي صراع العروش. في ناس كتير قوي اتفرجت عليه وفتنت بيه. هي تجربه ما اعتقدش حصلت قبل كده بالنسبه للمشاهد العربي. فناس كتير من دول عارفين ان العالم ده في اكتر، ان في تفاصيل كتير جدا المسلسل تجاهلها او حذفها بالكامل، ان في شخصيات كامله لم تظهر اصلا في المسلسل. اعتقد ان لو في ناس اكتر اهتمت بترجمه هذا النوع من الادب الهاي فانتسي الملحمي اللغه العربيه، ده هيثري المكتبه العربيه اكتر.
عبد العزيز آل محمود كاتب قطري تخصص في كتابة الرواية التاريخية. حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة كلاركسون بولاية نيويورك ودبلوم هندسة الطيران من بريطانيا. انتقل من الهندسة إلى الصحافة حيث عمل رئيسا لتحرير عدة صحف قطرية حتى انتهى به المقام إلى عالم الكتابة الروائية. لا يكون الشخص كاتب فجأة، هي عبارة عن تراكمات في حياة الشخص بالنسبة للقراءة، الدراسة، التعليم. نتيجة هذه الحياة والخبرات في الصحافة بدأت في كتابة الرواية التاريخية، وأيضا لم أندم على ذلك. أعتقد أنها يعني نهاية جميلة لتاريخ من الصحافة. يعتبر الكاتب القطري الرواية التاريخية وسيلة لإلقاء الضوء على التاريخ المغبون في المنطقة. الرواية التاريخية بالمجمل هي أفضل مصداقية وأكثر معلومات من الروايات السردية العادية، والسبب أن الرواية التاريخية عادة ما تكون مبنية على أحداث حقيقية وعلى شخصيات حقيقية، ولذلك هي على الأقل بالنسبة لي أكثر متعة وأكثر معلومات من الروايات الأخرى التي فقط تعكس تفكير صاحبها. الرواية التاريخية بالتأكيد هي أثرى، وهي تعلمنا على الأقل عن أساليب العيش والدروس المستفادة من تاريخنا. تاريخنا على فكرة مظلوم جدا يعني، ولذلك أنا أتصور الرواية التاريخية هي جزء من إلقاء الضوء على التاريخ المغبون الذي يعني نعيشه. في روايته الثانية الشراع المقدس عمد آل محمود إلى استلهام قصة صادفها في مخطوط عن زوجة غرير بن رحال. شح المصادر التاريخية بشأن هذه الفترة فرض عليه البحث في مصادر عربية أكاديمية ومصادر أجنبية ككتاب إمبراطورية المانسون الذي استلهم منه بعض أحداث الرواية. الذين تطرقوا إلى التاريخ، أنا أسميه التاريخ الإنساني، هم الرحالة الذين جاءوا إلى هذه المنطقة. وعادة الرحال لا يكون يعني لا يملك أيديولوجية محددة أو لا يحاول أن يرضي جانب على جانب آخر، هو يكتب ما يراه. ولذلك في نظري الرحالة هم أكثر الناس صدقا في عكس الجانب الإنساني في تاريخ البشر. الانطباع الشخصي اللي جاني بعد رواية القرصان أن كثير من الغربيين وجدوا أن منطقة الخليج هذه زاخرة بالأحداث، يعني هناك بشر يعيشون وهناك صراعات وهناك أفراح وهناك أتراح. شعور الآخرين أن هناك تاريخ لهذه المنطقة غير التاريخ النفطي يعطينا بعد إنساني أيضا. يعني نحن لسنا كالفطر الذي نبت مع البترول، يعني هناك بشر يعيشون على هذه الأرض وهناك تاريخ. لكن مشكلتنا في هذه المنطقة أيضا نحن لا نملك آثار نستطيع أن نعرضها على الآخرين، بحكم أن الآثار لدينا مبنية من الصخور والطين، وهي تتعرض العوامل وتهدم. أيضا الاهتمام بالتاريخ عندنا حديث، يعني ليس هو تاريخ، يعني ليس لدينا تاريخا في الاهتمام بالتاريخ، وهذه مشكلة فعلا. لكن أتمنى أن الأمور إن شاء الله تتغير والناس تعرف أن هذه المنطقة لديها تاريخ كما هناك تاريخ لأي منطقة من مناطق العالم. أهلا بحضراتكم. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عصير الكتب، وكتاب الأسبوع اللي أنا برشحه كتاب اسمه حقول الدم: الدين وتاريخ العنف، للباحثة والكاتبة الشهيرة كارين أرمسترونج، ترجمة أسامة غاوجي، وطالع من الشبكة العربية للأبحاث والنشر، اللي الحقيقة بتلعب دور رائع في اختيار الترجمة وفي إصدار الكتب. هنتكلم كتير عنه. والكتاب ده مهم الحقيقة، لأنه في الفترة الماضية هتلاقي كل ما تحصل مذابح
أو عمليات إرهابية سواء اللي بترتكبها داعش أو اللي بترتكب باسم التنظيمات الإرهابية في أنحاء العالم، تلاقي نوعين من الخطاب بيتقالوا. نوع اللي هو الإسلام منهم براء، والإسلام مش كده، والإسلام ما بيقولش كده، برغم أن هذه العمليات الإرهابية بتسوق باسم الدين أو بتنبني على نصوص وعلى فهم نابع من نصوص الدين. وخطاب تاني انه لا، هو الدين كده، والدين اصل الشرور، وهي الاديان ودت العالم في داهيه، ولازم نخلص من الفهم الدين الاسلامي، لانه الفهم العنيف ده اللي موجود في النصوص دي هو اللي هيخلي البشريه اسوأ، وهو اللي هيخلينا متصدرين للعنف. خطابين لا علاقه لهم بحقيقه الواقع ولا حقيقه التاريخ، وان المساله اكثر تركيبا واسهل من الاستبساط ان انت ترمي اللوم على الدين أو ترمي اللوم على الاستعمار أو أي شكل من أشكال الإجابات اللي بتريح الإنسان وتخليه يحس بالتصالح. والحقيقة هذا الكتاب بيستعرض علاقة الإنسان بالعنف في كل الأديان ومن غير الأديان كمان. والحقيقة رحلة دامية ومؤلمة، ولكن في نفس الوقت ممتعة لأنه مبذول فيها مجهود. يمكن تلاقي بعض الملاحظات اللي تخص خصوصا في الفصول الأخيرة الواقع المعاصر بتاعنا فيها يمكن تعسف شوية في التأويل، لكن ده رأيي الشخصي اللي ممكن حضرتك تقتنع بيه. لكن في حصيلة الأمر الكتاب ممتع ومهم جدا، وهو نوع من الكتب اللي ما بيحملش إجابات بقدر ما بيثير المدارك وبيوسعها، وأنصح بقراءته. وهو الكتاب اللي بنرشحه لهذا الأسبوع، حقول الدم، الدين وتاريخ العنف، لكارين أرمسترونج، ترجمة أسامة غاوجي، الصادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر. وبكده تبقى يعني انتهت فقرات عصير الكتب لهذا الأسبوع، وإن شاء الله نلتقيكم في الأسبوع القادم على خير بإذن الله.